السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعيني اعزائي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. كنتمنى اي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم يومية رجاء. كنتمنى نكون يا ربي خفيفة ظريفة على قلوبكم ويعجبكم الفيديو ديال اليوم. بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد المسمنة في الفران او الفطيرة، كتجي مرقة من الداخل ومقرمشة مع برا. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم وغادي تنجح معكم من اول تجربه ان شاء الله، وغادي تولي معتمده عندكم، حيت فعلا هاد المسمنه كتستحق التجربه وكتجي رائعه. انا بعدا درتها صراحه عجباتني وعجبات وليداتي وتبارك الله كتكال في ساعتها وكتجي كيف قلت لكم رائعه. بسم الله. كيف شفتوا تما في بديت العجين، هي راني العجين ديالها بسيط عادي. خديت تما كيلو ديال الفورس، كيلو الا ربع، يعني كيما كيلو ما كاملش. زدت عليه تقريبا واحد الحفينه ديال الفينو، مع انا عندي الفينو في الدار وعندي صراحه الفرص في الدار ما عبرت، يعني انا غير قيست. كل واحد غيدير عليه على القياس اللي بغا. انا بغيت ندير، درت غير وحده كبيره صافي، داكشي باش درت هذا العبار هذا. وزدت عليها واحد المعلقه ديال الخميره ديال الخبز. علاش زدت خميره الخبز؟ حيت هي ما غاديش تختمر، غير غادي نخليها ترتاح وصافي. غير الخميره مع دابا كيف كتعرفوا الحال بارد، الخميره كتساعدني شويه في الطلاق مع العجينه كتكبب. الخميره كتساعدني شويه باش ملي نبغي نطلقها. صافي زدت واحد الخماره ديال الحلوى، كيف كتعرفوا الخماره كتعطي لها شاشه المسمن. زدت تما واحد الطويبه ديال السكر، معنا ما كانش عندي سنيده، راه كنت دايرها في الاول تما في الماء. درت واحد الطويبه ديال السكر، يعني تقريبا غنقولوا معلقه ديال سنيده، شويه المليحه، صافي كنعجن المسمن ديالي عادي، كندلكو مزيان. يعني بصراحه عن تجربه، الا بغيتوا المسمن ينجح معاكم يجيكم زوين ومورق، او لا البطبوط او لا الشفنج او شي حاجه، الانسان يعطي الوقت يدليك، يعني دليك العجينه تدلكها مزيان، ماشي تخلطيها خفيفه وتخليها كتلصق في اليد وتقولي راها مدلوكه، لا. ندلكها ونعطيها الوقت والخاطر. راه والله العظيم الا كيجي مسمن ديالكم مورق وزوين وحتى البطبوط الا دلكتوه راه كيجي مخاوي من داخل وكيجي زوين. اي حاجه دلكتيها راه كتجي زوينه. غير الخبز الا عجنتيه ودلكتيه وخليتيه خفيف راه كيجي الخبز خفيف ومفشفش من داخل. ما دلكتيش راه ما غاديش يجيك الخبز زوين، واخا يقول لك لا، كاين اللي كيقول لك لا بلا ما يحتاجش تدليك، ضروري العجينه خصها تدليك. المهم دلكت العجينه ديالي مزيان، غطيتها بواحد البلاستيكه، خليتها ترتاح تما واحد 15 دقيقه. خديت تما واحد 5 دراهم ديال كاوكاو، حمرتها في المقيله ودزت قشرتها وهرمشتها في الهاشوار. بيت ما ارتاحت العجينه ورجعت للعجين. صافي هنا العجينه ديالي ارتاحت ليا، شوفوا كنقطعها، شوفوا تبارك الله عاطيني الطعف في الخدمه، يعني العجينه شارحه راسها براسها بلا ما نبقى نشرح لكم فيها، تبارك الله طالقه البواوق وكتجبد. وبهكا باش كيجي معكم المسمن ناجح وكيجي مورق. شوفوا العجينه تبارك الله كي كنوريها لكم، يعني كتلعبي بها بيدك كيف بغيتي. كيف كيقول لك واحد المثل، عجينتي يديا هي هادي، يعني العجينه كتحكمي فيها كيف بغيت. صافي هنا دزت، خديت شويه ديال الزبده. صراحه انا استعملت الزبده المزيانه، يعني زبده ديال سنترال. اللي بغى يستعمل الزبده ديال التورق يديرها، انا ما كانش عندي داك ديال البواطه، صافي جبت هادي المزيانه. سخنت واحد شويه ديال الزيت، شفتها غير جاتني بحال قليله. غير شويه ديال الزيت في الكاسرونه، تقريبا واحد نص كاس. وزدت عليه داك الزبيده، وعندي تما الزيت باش غادي نبقى ندهن الطبله ديالي باش غادي نطلق وغادي نورق بالزبده. عندي تما كاوكاو اللي حمرته وقشرته ودرته في الهاشوار، هرمشته، كيجي بحال هكا مهرمش، ماشي ما كيجيش مطحون، ما كيبقاش يعني فيه حبوب غلاظ باش ما يقطعليش العجينه. حيت الكاوكاو غنرشو حتى في الوسط ديال العجينه، هانتوما غتشوفوا كيفاش. وعندي تما الفينو. كنتمنى يكون الشرح واضح، ما يكونش غير فيا كثرة الهضره بحال هكاك، غير يعني غير هكاك. ديما تنقول لكم كنبقى نهضر وتنقول واقيلا انا غير كنبقى نهضر هكاك. الناس ما كيفهمونيش كنقول، كنتمنى تكونوا كتفهموني. المهم دهنت الطبيله ديالي بالزيت، غير زويتها الروميه عاديه، ودهنت يديا وكنبقى نسرح العجينه كنطلقها. العجينه تبارك الله شارحه راسها براسها، خفيفه مدلوكه، كنطلقها وكنجرها بيديا كيف بغيت، ما كتقطع ما حتى شي حاجه. حتى الا درتي ثقب قلال، انا كنبقى نجر فيها بزاف. وصافي وكندهن، كنرش الفينو وكنرش الزبيده وكنرش عاوتاني داك الكاوكاو، وكنطوي المسمنه ديالي عاديه، نتوما غتشوفوا معايا كيفاش. صافي هنا كيف شفتوا معايا، ما بغيتش نخلي لكم فيديو باش ما يجي طويل، كنسرع لكم المقطع باش ما يجيش الفيديو طويل. كندير مسمنه وحده في قلب وحده، دابا راني درت 4، راني سرعت لكم الفيديو باش كيف شفتوا.
كنطلق الاولى عاديه، عاوتاني كنطلق الثانيه وكندير في قلبها هذيك الاولى اللي درت عاوتاني، عاوتاني كندير الثالثه بحال هكا كنستمر، وكنرش كاوكاو والزبده بحال هكا. هذاك الكاوكاو كيعطيها واحد تقرميله لداخل الفلوز ديالو، كيجي حتى هو بنين وكيجي زوين. كيف شفتو كاوكاو محمر ومطحوني بحال هكا، حتى لقيت شي حبه ديال الكاوكاو دايزه غليظه باش ما يتقبليش العجين كنحيدو. دابا هادي على ما اظن هاد الحبه اللي درت دابا الخامسه، يعني وحده في قلب وحده، وحده في قلب وحده، غندير تما 7 ديال المسمنات. كنت في الاول درت هذاك العجين خرجت 8 ديال الكريات، ولكن ولدي كان باغي يمشي للمراجعه فيه الجوع، صافي درت له وحده غير مسمنه عاديه وطيبتها له في المقله، زربت عليها، بقاو لي تما 7. يعني كندير وحده في قلب وحده في قلب وحده حتى كنسالي. هذه دابا عاوتاني السادسه، وانا كنستمر بحال هكاك الزبيده وكاوكاو والفينو. الزبيده كتعطي داك التوراق وحتى كاوكاو اللي ما بغاش يديرو من الداخل ما يزيدوش. انا كيعجبني داك الكاوكاو، كيجي زوين، كيجي في داك القرمشه، كيجي رائع. صافي درنا فاش ساليتها، راكم عارفين العجينه ما غاديش تبغي تطلق ليا. غطيتها بالبلاستيكه وخليتها ترتاح واحد 10 دقائق في داك البلاطو، ودزت دهنت الطاوه ديالي اللي غندخلها للفران. انا عندي هذه على شكل دائريه، اللي عنده مربعه يديرها، اللي عنده مستطيله يديرها، اللي بغى يدير الحجم اللي بغى يدير هي راها كبيره تبارك الله. ديك الطاوه راه كتبان في الصوره كتبان صغيره. صافي دهنتها بالزبيده وحطيت المسمنه ديالي فيها. الله تبارك الله تما راه 7 د المسمنات وكبارات، راه وحده في قلب وحده. صافي وكنبقى نسرح بحال هكا بيديك، غنحاول نردها على شكل دائري، مع هي راه كيف شفتوا تبارك الله راه مربعه. غنبقى نردها على شكل دائري، نسرحها بحال هكا، نطلقها مزيان، وغادي نغطيها عاوتاني ترتاح واحد 10 دقائق. يعني ماشي غير غادي نقرصها غندخلها للفران، لا، غادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق. راه كل ما كترتاح كل ما كتجي زوينه. كترتاح باش حتى العجينه كتحل وكترتاح، هذا باش حتى ملي كندخلوها الفران كطيب كتكون مرتاحه. غنخليها ترتاح وغنمشي غير بيت ما نسخن الفران ونرجع ندخلها للفران. صافي هنا ساليتها، غطيتها، غادي نغطيها بالبلاستيكه ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق كيف قلت لكم. ها هي انا بعد ما ارتاحت كيف ما كتشوفوا، من بعد ما ارتاحت ودهنت، دوبت واحد شويه ديال الزبده وغادي ندهنها من الفوق بالزبده. صافي وغندخلها الفران. نصيحه، الفران من الاحسن يكون سخون مزيان، يعني الفران ضروري يكون سخون مزيان، وكل وحده كتعرف الطياب ديال الفران ديالها. انا عندي الفران ديال الغاز كيشعل غير من التحت، يعني خليته حتى سخن مزيان ودخلتها الفران الفوق، والعافيه شاعله من تحت، والعافيه ما تكونش مجهده بزاف، ما تكونش منقوصه عاوتاني باش ما تيبسش، ولا كانت مجهده غطيب مخطوفه، يعني كطيب في القياس. صافي طابت، جات محمره من الفوق ومن التحت. والله العظيم الا التصوير ما عطيهاش حقها. زعما صراحه الكاليتي ديال التليفون عندي ما كيصورش، خساره ما كيصور لكمش داكشي بحال كيف ما في الواقع كيغش واحد شويه في التصوير، ولكن معليش غير قبلوا عليا وصافي. صافي هنا تزين، غادي ندهنها بالعسل. وعندي تما عسل منزلي، صراحه العسل ما كيخطانيش فيما كيتسالى ليا كنصوبو راسي بحال هكا في الدار. راني فايت ليا مصوراهم متشاركه معاكم. غادي ندهنها بالعسل، اللي بغا يدهنها بالكونفيتير يدهنها. صراحه انا ما عنديش المربى ديال المشماش، عندي ديال الفريز، ما بغيتش ندهنها بالمربى ديال الفريز، دهنتها بالعسل ورشيتها بكاوكاو وصافي. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي كيف قلت لكم مورقه من داخل ومقرمشه من على برا. كنت باغا نخلي لكم الصوت، ولكن لقيت الصوت ديال التلفازه والصداع ديال ولدي الصغير كان تيتفرج في الرسوم ويغوت. صافي دا ما قدرتش نخلي الصوت اضطريت نحيدو. ما والله العظيم الا كتجي صراحه كتجي مورقه من داخل ومقرمشه من على برا. ما بقاش نشكر لكم فيها، راه كتشوفوا من الفوق كتفرتت راسها وكتجي بنينه وفيها كو ديال الكاوكاو، داك تقرميشه الكاوكاو مع داك شويه العسل حتى اللي ما بغاش الحلاوه ما بغاش يدير العسل ما يديروش، يقدر يخليها هكاك وتزين، كيبقى اختياري. ومن داخل كتجي مرقه، يعني ورقه على اختها مفروزه، كتجي زوينه بزاف. وسمحوا لي لا طولت عليكم، وإلا عجبكم الفيديو ديال نهار اليوم وكنت كنستحق من عندكم شي لايك، خليوا لي اللايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك، وخليوا لي تعاليقكم الزوينين. خليوا لي شي تعليق زوين على هاد المسمنه هادي اللي كيشجعني. كنقرا التعليق ديالكم وانا فرحانه، كنتشجع وكنتحفز باش نزيد نصور لكم ما اكثر. وشكرا لكم بزاف بزاف يا اغلى متتبعين، واخا التعاليق كيكونوا قلال كنقراهم وانا فرحانه. شكرا لاي واحد كيدخل عندي يوميه رجاء وكيتفرج وكيعطيني وقيت وكيتفرج فيا وكيخلي لي تعليق. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف.
وسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. واللي شهيته يسمح لي، راه كل واحد خير في دارو، هذه راه غير مسمنه بسيطه ولكن في نفس الوقت كتجي بنينه ولذيذه. اللي شهيته يسمح لي. سلام عليكم يا اغلى متتبعين، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.